بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بلعب أسد لاعب من أمريكا وقسم كريستال، وأنا قسم طبعا أسطورة على موقع chess.com. أمام حضراتكم هو 1892 وأنا طبعا 2016، لكن لاعب عنيف جدا. يعني لاعب تكتيكي من الطراز اللي هو الرفيع اللي مفيش عنده، ما بيلعبش لعب إيجابي. كل لعبه بيحاول ان هو يعني نقلات عاديه خالص، لدرجه ان انا مش قادر اجيب عنده ثغره. طبعا معاكم خالد عبد النبي، لاعب في الاتحاد المصري للشطرنج، ولي عظيم الشرف ان انا طبعا مصري عظيم. يا رب الجيم يعجبكم، ان شاء الله تشتركوا لنا في القناه كده وتعملوا لايك للفيديو على طول. زي ما حضرتك شايفين المباراه طبعا بامن العسكري بتاعي، وهو بيصعدنا بالطابيه وبعدين بصعد بالفرصه بعيد خالص. بيت هو طبعا، انا بيات كنت طبعا بعت بالطبيعة هنا، فصعدت عسكري عشان امن الفرصة بتاعتي. نزل هنا عشان طبعا يموت ويزود ضربه على الوزير. نزل في خانة اسطورية بلندر مني، خطأ قاتل طبعا. يعني صعب جدا جدا اللي انا عملته ده، وهددت نفسي طبعا، حطيت نفسي تحت ضغط معين رهيب جدا جدا. وبعدين صعدت بالعسكري عشان ما ياكلوش، وبعدين قلت مأمن العسكري بتاعي في طبعا في اتجاه المعاكس للوزير وفي حماية الطابيتين. لكن طبعا في هنا خطأ برضه بلندر صعب جدا جدا، ان انا اكلت تاني الفيل بتاعه بالرخ، وبعدين بلندر برضه مني تاني او تالت كمان على التوالي غير مقصود والله، لكن انا نرفزني وعصبني. طبعا اكلنا الوزيرين في بعض. وبعدين شوف حضراتكم كمان يعني قدم عليها العسكري بطريقه رهيبه جدا. مش قادر العب في دور، مش قادر، يعني دور عادي خالص ودور بسيط، هو مثلا 1900 يعني مثلا مش حاجه مثلا قويه جدا. انا مثلا يداني فكره ان انا العب هجومي او حاجه، لا ده هو بالعكس حاطينه تحت ضغط نفسه وعصب غريب جدا. شوف حضراتكم كنت ممكن اكل بالطابيه واصعد واكشش في حمايه عسكريه، ولعب حلو جدا. كمان اخطات بلندر قاتل مني جدا ان انا لعبت اللعبه دي، حطيت طبعا كشش طبعا، وكان الطابيه العسكري اللي فوق كمان فضى الدور تماما. هو طبعا الطابيه في نهايه الدور بتبقى زي الوزير واحسن كمان. هو طبعا هنا خلاص مهدد العساكر بتاعتي واكيد هيكسب. لكن طبعا برضه يعني بقول بالعناد المصري. ولعبه شطرنج ممتعه احيانا، في انت يعني بتبقى عندك برضه شيء من القوه ان انت تستمر في اللعب. طبعا هو اصبح عنده كام 40 ثانيه وانا لسه دقيقه او 37 ثانيه من 10 دقائق و10 دقائق. بنلخصهم لحضراتكم والله في الوقت اللي سعادتكم شايفينه ده. بنحاول نساعدكم، بنحاول يعني نرسم الابتسامه على وجوه حضراتكم. طبعا نزل هنا عشان يكشش، وفعلا كشش بالطابيه بعدت بالملك. اكل على طول بالعسكري، اكلت بالفرصه بتاعتي. قدم كمان خطوه عشان يجيبها، قلت ما اجيب العسكري اللي فوق. نزل حماه، طلعت حميت العسكري بتاعي، نزل كششني تاني، صعدت فوق بالملك خطوه. جه برافو عليه ممتاز جدا جدا. طبعا اخد قطع ببلاش، وبعدين خلاص الوقت ما عادش فاضل 14 ثانيه عنده. اكلت على طول مباشره، ما عادش فاضل حاجه معايا 40 ثانيه. وطبعا هو اكل كمان. طبعا قلت ما خلاص هو الوقت بالنسبه له ازف، ما عادش فاضل حاجه 7 8 ثواني. لعب اللعبه دي طبعا الطبيعه، كشش الملك بتاعه بالفرصه، فاضل 4 ثواني 3 ثواني خلاص هينسحب. يا رب تجيب يعجبكم. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برجاء الاشتراك في القناه وعمل لايك الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلاص هو ما عادش فاضل معاه ثانيه واحده. يا رب الجيم يعجبكم. شكرا لحضراتكم. لنا عظيم الشرف بالاشتراك في القناه.